السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء، اللهم آمين يا رب العالمين. اليوم غادي نعمل معكم واحد الملويد اللي مخرشش مخربش مقرمش، هو هذاك مقرمش. صراحة غزال كيجي كيحمق. انا كلشي كيسولني على هذا الملوي اللي كيذوقو كيسولني، وما كنعملش فيه شي مقادير اللي هي صعيبه ولا شي حاجه اللي هي كنعمل زويته شويه ديال رشه ديال الطحين في الاخر، راكم غادي تشوفوا بقاو في الفيديو. وكيجي كما سمعتوا في الاول ديال الفيديو مقرمش، كيجي غزال. المقادير في المتناول عاديين جدا، ما كنعملش الزبده، ما كنعملش النشا، ما كنعملش الخميره، المهم ما كنعمل حتى شي حاجه من هذه. كنعمل شويه الزيت وشويه ديال الرشيشه ديال الطحين، وكنجمع الملوي ديالي وكيجي غزال كما شفتوه في الاول ديال الفيديو. صافي هنا كنطلق المليويات ديالي. هنا غنعمل جوج اشكال، كنعمل رغايف اللي هما مربعين، وكنعمل الملوي او المسمن اللي هو داير. هنا كنطلق الملوي ديالي، خصو يكون العجين مرتاح وصافي. كنبدا نطلقو وكنخليه نردو واحد على جنب حتى كيطلق مزيان، لانه فيه الملوي فيه بزاف ديال المراحل، ماشي بحال الرغايف. المرحله الاولى كتطلقو بحال هكا وتجمع على بعضو، كتخليه يرتاح، من بعد كتلويه عاوتاني كتخليه يرتاح، عاد كتعملو على شكل دائري. المهم غتبقاو معايا في الفيديو غادي تشوفوا. انا كنهضر بالنسبه للناس المبتدئين اللي ما كيعرفوش، اللي مازال يلاه بنات صغار كيتعلموا. اما الناس تبارك الله المغربيات ما نخافش عليكم، تبارك الله كلشي عارف وكلشي فاهم هادشي التقنيات ديال الملوي. وكنتمنى على الله الا استفدتوا من الفيديو وعجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك وما تنسونيش من الاشتراك، وشكرا لكم بزاف. كنبغي نشكر الناس اللي يلاه تزادوا عندي والناس القدام اكيد بكم باش انا صافي. هنايا كنطلق المليويات ديالي ونخليهم يرتاحوا، اهم حاجه هي ترتاح. دابا هذه رغيفات كنعملهم مربعين، اهم حاجه هي تطلق العجينه مزيان وتكون مرتاحه باش ما تجيش غليظه. صافي كتخليه يرتاح على خاطرو، ومن بعد صافي هنا كما شفتوا فاش طلقته قبيله كنزيد نطلقه مره ثانيه باش يرتاح، وكنبدا نلوي. كنرش رشيشه ديال الزيت ورشيشه ديال الطحين شويه ماشي بزاف، وكيجي غزال صراحه. صافي كنرش هادشي ونلويه، ومن بعد ما كنلويه كنحطو على جنب يرتاح عاوتاني. وخليكم مع الفيديو ما تمشيو فين. وانا كنمونطي هذا الفيديو وشتا امطار الخير تبارك الله اللي كاينه في المغرب. الحمد لله والشكر لله على هذه الامطار الخير اللي صراحه فرحتنا، وكنتمنوا على الله الخير وتعطينا ربي على قد نفع يا ربي امين. تبارك الله في طنجة اللي ما حبستش من البارح في الليل، وجميع المدن المغربيه اللي هي تبارك الله كلها فيها امطار الخير. الحمد لله والشكر لله على هذه الامطار، اللهم لك الحمد. فاش كطيح الشتا الحمد لله كتحس بواحد الاحساس اللي هو زوين، ومن بعد ما كانت توقفت هاد الايام هاد الشهور الحمد لله عليها نعمه، اللهم ديمها يا ربي علينا
ويعطينا يا ربي قد النفع. المهم انايا الويت هذا ونخليه، الويت هاد المليويات كتخليه يرتاح مزيان باش ملي كتبغي تقادو كيجي بسهوله، كتخليه يرتاح ومن بعد كتولي تشكلو باش يجيك دائري. انا ما كنعملش الزبده صراحه، كتعمل لي الحرقه، واللي بغى يعمل الزبده يعملها، اللي بغى يفرق بالزبده او بشي حاجه يعملها. انا بالنسبه ليا كنعمل غير شيشه ديال الطحين وشويه ديال الزيت وكيجي مقرمش وكيجي زوين. جربوه وردوا عليا غادي يجي غزال. صافي هنا كما كنحط الاولى كنرجع ليها كنلقاها ارتاحت، كنطلقها بحال هذا الشكل وكنخليه عاوتاني ترتاح، وعاد نشعل المقله وعاد كنبدا نطيب الملوي ديالي. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش من اللايك ومن الاشتراك، والى وصلت حتى لهنا كنقول لكم شكرا بزاف، وكنتمنى الله تكون فاتكم هذا الفيديو وكنقول لكم في فيديو اخر ان شاء الله يا ربي. وكمل هذا كنقول لكم بسلامه.